السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وبخير. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وصحة وسعادة وفرح دايما، اللهم امين يا رب العالمين. بداية بس حابة اشكركم حبايبي كلكم، كل من بيتابعني، بجد شكرا لكم من كل قلبي على كلامكم الجميل وكل حاجة ودعوة حلوة بتدعيها لي. ربنا يخليكم ليا وربنا يجازيكم بالمثل ان شاء الله. وبحب اشكر متابعيني من كل الدول، يعني انا خايفه احدد الدول بعينها لاني ممكن انسى حد في النص يزعلوا مني، فانا بشكر كل متابعيني من كل الدول. ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم ابدا. بدايه احنا النهارده في قناه اوريجينال للاكسسوارات، ان شاء الله هنعمل فيديو عباره عن اسوره ان شاء الله تعجبكم بفكره جديده، وفكرتها حلوه جدا وبسيطه وغير مكلفه. بس لو انتوا اول مره تشوفونا او لسه جداد على القناه، اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا اللايك للفيديو. في البداية هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ نقول ايه هي الخامات بتاعتنا. انا في البداية انا هشتغل النهاردة بالزراديات بتاعتي كلها، المبرومة والمبططة وام كيرف والقصافة بتاعتي، وهحتاج مقص. وشغلي النهارده هيكون بالواير، عشان كده انا هحتاج المقص. الواير ده عشان حبايبي اللي معرفوش عباره عن سلك من الحديد. بالنسبه بقى للخامات الاساسيه ايه، انا هشتغل النهارده هنحتاج سلسله تطويل. انا بعمل سلسله التطويل لحبايبي اللي عارفيني ومتابعين القناه من زمان. سلسله التطويل انا بعملها من السلاسل الالومنيوم، فهنا هحتاج سلسلة تطويل بحيث تبقى عريضة وفي نفس الوقت سعرها بيبقى مش غالي وفي نفس الوقت ما بتغيرش لون. بس انا عاملاها طويلة شوية هقول لكم ليه. وهحتاج لونين من الخرز الكريستال مقاس 8. اللون دوت اللون عامل كده، يعني هو مش تحسوه مش فضي ومش رمادي، يعني هو واخد كذا درجة عامل زي جنجا كده حلو قوي. وهحتاج اللون الاسود، طبعا الالوانات دي بتاعتك، انا هدخل لونين كده يعني في بعض. وهحتاج زرد مقاس 6، وهحتاج قفل، هحتاج كفر ستوبر وستوبر. الحاجات الحموصة الصغنونة دي اسمها ستوبر، واللي بتقفل عليها دي اسمها كفر ستوبر. وهحتاج ماسورتين، دي ماسورتين بس اللي هم الرفيعين جدا، دي الواحدة بتبقى بنص جنيه اهي، هحتاج 2 منها. هحتاج خرز اللي هو المعدن مقاس 4 بيبقى بالجرام. وهحتاج مسمارين بس مقفولين زي دول كده. الموديل بتاعنا النهاردة ان شاء الله يعجبكم، وهو بسيط جدا ومش مكلف خالص. في البداية انا هحتاج قطعتين من الواير طولهم 20 سنتي، انا قصيتهم قبل الفيديو بس عشان وقت الفيديو. طبعا احنا الانسيال او الاسوره يعني بتاعتنا بتبقى مقاسها 17 سنتي، فانا هحتاج بس في الواير زيادة عاملاه 20 على اساس يبقى في الشغل معايا سهل. فانا قص قبل الفيديو قطعتين كده 20 سنتي. هجيب القطعتين كده على بعض واحطهم كده على بعض، وهنجيب الكفر بتاعنا وهندخله فيه كده الاتنين مع بعض. وهجيب الستوبر بتاعنا بردك وهدخله فيه كده. دخلنا الستوبر في الاتنين مع بعض تمام كده حبايبي. طبعا الواير عايزة الاتنين يفضلوا جنب بعض ما يتحركوش. هسيب في الواير من فوق قد 2 ملي كده، يعني اسيب كده قد 2 ملي، وهروح ضغطة على الستوبر بتاعي تمام كده اهو. سايبين قد 2 ملي واضغط على الستوبر بتاعي اقفله تمام اهو. اتاكد انه ما بيطلعش ما بيخرجش الشغل منه. وارفع الكفر بتاعي كده وهروح قافلاه، ما بضغطش عليه جامد، انا مجرد اني بقفله بس. هجيب بقى الواير بتاعي كده وهروح حتى خرزة كريستال بتاعتي. انا هشتغل النهارده زي ما قلت لكم بالكريستال مقاس 8. 2 3 تمام كده. وبعد كده هاخد الماسورة بتاعتي، كل ده انا شغالة بالوايرين مع بعض تمام كده اهو بقى بالمنظر ده. بعد كده هروح واخدة واحدة كريستال سودا برضك اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هروح واخدة خرزة معدن بتاعتي مقاس 4 اهو. وهروح بقى اسمى الفرعين كده، فرع الناحية دي وفرع الناحية دي اهو. الواير بتاعي قسمته 2، وهروح واخدة واحدة الناحية دي معدن مقاس 4 تمام، والناحية التانية واحدة مقاس 4 بالمنظر بتاعنا ده كده.
بقى عندي واحدة هنا وواحدة هنا. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هروح جايبة الخرز الكريستال بتاعي وهروح داخلة بيه كده، الناحية دي واحدة والناحية دي واحدة. لازم هشتغل في الفرعين كده وانا ماسكاهم، وتخلوا بالكم عشان الشغل ما يقعش منكم. بعد كده هاخد واحدة وواحدة من اللون التاني، في الفرع ده واحدة وفي الفرع التاني واحدة. تمام كده. بعد كده هاخد بردك هنا واحدة سودا. طبعا الالوانات دي براحتكم خالص، اعملوا اللون المتوافر عندكم ونوع الخرز اللي متوافر عندكم، بس انا يعني حابه الموديل ده اعمله بالكريستال، مدي شياكه فيه اكتر، يعني عاجبني فيه في الكريستال اكتر. اهو حطينا كده 2 فضي ماشيين بنفس الستايل بتاعنا ده كده، 2 اسود 2 اللون الابيض الفضي ده الرمادي المفضل، بعد كده 2 اسود، بعد كده 2 من اللي هو الفضي، وبعد كده هاخد 2 اسود. كل ده اهو زي ما انتوا حبايبي شايفين انا شغاله على كل فرع لوحده. بعد كده هاخد 2 فض تاني اهو. بصوا الترتيب بتاعنا، حطينا كده من الفض 6. هاخد بقى 2 اسود، دي واحد اهو كده زي ما انتوا شايفين اهو بالمنظر ده الترتيب بتاعنا اهو كده. تمام. بعد كده هروح واخده بقى ايه، واحده معدن مقاس 4 وواحده معدن تاني مقاس 4 في الفرع التاني، يعني الفرع ده واحده والفرع ده واحده بالمنظر بتاعنا ده كده. هنعمل ايه بقى؟ هروح واخده بقى ماسكه الفرعين بتوعي كده مع بعض. تمام. وهروح واخده خرزه واحده معايا اهي تاني معدن مقاس 4. تمام. بصوا بقى واظبطي الشغل بتاعك اهو كده. بصوا شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ شكلها تحفه بجد في منتهى الجمال. هنعمل ايه بقى؟ هجيب خرزه كريستال سودا وبعد كده هاخد الماسوره بتاعتي وهروح واخده 3 كريستال، نفس اللي عملناه الناحيه التانية عملناه الناحيه دي. تمام كده. بصوا يا حبايبي عامله ازاي بعد منظرها بعد ما خلصت. لسه طبعا ما خلصتش، لسه في شغل تاني اهو. هنعمل ايه؟ احنا لو قسناها دلوقتي كده هنلاقي طولها 17 سنتي. انا ليه ما بعملهاش 18 سنتي او كده؟ هو طبعا ممكن ازود، بس انا بعمل اي انسيالات عندي 17 سنتي لان الطبيعي انا بدي سلسله تطويل فمش فارقه. بصوا اهي كده. هنروح جايبه الكفر بتاعي بقى مدخلاه كده اهو، وبعد كده هجيب الاستوبر بتاعي بردك وهدخله. وهعمل ايه بقى؟ همسك الاسوره بتاعتي كده وهتنيها كده. تمام. وانا ماسكاها كده تنياها على اخرها اروح قافله الاستوبر بتاعي. انا مش سايبه اي زيادات فيها، هقول لكم دلوقتي ليه. وهقفل الاستوبر بتاعي كده حلو واتاكد ان انا قفلته. ليه انا مش سايبه زياده؟ ليه؟ لان انا تنيت كده خلاص هي خدت راحتها. اعتبر انا لو انا عملت كده ونزلت كده انتوا هتلاقوا الواير فيه حوالي 2 مللي او 3 مللي هم متساويين. بصوا معرفش واضحين في الكاميرا ولا لا اهم حوالي 3 مللي متساويين. انا لما تنيت كده خلاص هو خد راحته وقفلت على قفله دي. عشان برضك في حبايبي بيجوا يقفلوا فبيروحوا سايبين كده في الواير، يعني يمسكوه كده زي ما انا كنت بقول الاول ويروحوا رافعين الاستوبر شويه وقافلين. كانوا ممكن يسيبوا مسافه طويله شويه في الواير اكتر، يعني انا بقول سيبوا حوالي مثلا 3 مللي او حاجه او 4 مللي، ممكن هم يسيبوا مسافه اكتر. فلو سابوا مسافه اكتر هيجوا بعد ما يخلصوا الشغل هتبص تلاقي كتير من الواير باين ويفضل الشغل رايح جاي معاهم. لا انا مش عايزه الواير يبان، فانا بقيت اعمل لكم الطريقه دي على اساس ان انتوا تبقوا واخدين ان هي مجرد ان هي تاخد الشكل بتاعها ده ما يبقاش فيه اي زياده في الواير. حتى لما تتعمل كده تبقوا شايفين ان مفيش زياده كتير في الواير، فالشغل بتاعك يبقى تقفيله كويس وحلو. يا ريت اكون بس وضحت لكم الفكره، يعني انا مش عارفه انتوا فهمتوني ولا لا، بس انا عايزه اوضحها لكم يعني. بس هنسيب حوالي بقى 2 مللي كده فوق الواير ونقص، وهروح لفه الكفر بتاعي اهو واقفله بالطريقه دي كده.
تمام كده حبايبي. نجيب بقى الزرد بتاعنا كده اهو، مقاس 6 اللي قلت عليه. هفتح الزرد وهاجي الناحيه دي كده وهدخله في الكفر من الناحيه دي. هاخد القفل بتاعي، انا لسه ما خلصتش الموديل بتاعي، لسه فيه شويه شغل. وهجيب الزرده الناحيه التانية كده وهفتحها، وهاجي في الكفر الناحيه التانية وهدخلها. هجيب سلسله التطويل بتاعتي، مش هعملها يعني مش هتنيها نصين، او هعملها من هنا، يعني مش هعملها من هنا ومش هتنيها نصين، لا انا هاجي كده هسيب حته صغيره وهخليه بالمنظر ده كده وهدخلها في الزرد، يعني ناحيه طويله وناحيه قصيره. ماشي. وبعد كده هقفل الزردة بتاعتي. تمام كده حبايبي. هعمل ايه بقى؟ هجيب المسمار بتاعي وهروح واخده الكريستالة بتاعتي كده وادخلها فيه، وهتني المسمار وهروح قافلاه. تمام كده. وهاجي في السلسلة بتاعتي في حرفها هنا كده وهروح معلقاها فيها في الناحية دي. وهجيب المسمار التاني وهجيب الخرزة البيضة بتاعتي وهتني بردك المسمار بتاعي وهلفه، وهاجي في الناحية التانية في السلسلة بتاعتي وهروح معلقاها فيها بردك في اخر حلقة فيها كده. هتبقى بالمنظر بتاعي كده في النهاية بتاعت الانسيال او الاسورة بتاعتي. لما هاجي هقفل هتبقى هي نازلة كده عندي، هوريكم شكلها النهائي اهي حبايبي. بعد ما هتقفلي الاسوره بتاعتك هتبقى بالمنظر بتاعنا ده كده، نازله السلسله منها عامله شكل حلو جدا. السلسله بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده حبايب قلبي، ستايلها تحفه 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 في منتهى الجمال، واخده المنظر ده. طبعا هي في اللبس روعه. يا ريت الموديل بتاعي النهارده يكون عجبكم اهو. بصوا شكلها بجد جميل جدا جدا، وتنفع في مناسبات وتنفع في خروجات حلوه قوي. بقى الموديل بتاعنا النهارده يكون عجبكم. دلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.